من هو الفنان محمد فضل شاكر؟ محمد شاكر هو نجل المطرب اللبناني فضل شاكر، وهو مطرب صاعد ورث عن والده صوته المميز وإحساسه الفني. بدأ محمد مسيرته الفنية منذ نحو 8 سنوات، وهو معروف بقدرته على التنقل بين الأنماط الموسيقية المختلفة سواء في الأغاني العاطفية أو الدرامية. وقد أطلق أغنية إلى أبي للتعبير عن تضامنه مع والده بعد تسليم نفسه للسلطات اللبنانية. محمد فضل شاكر السيرة الذاتية. محمد فضل شاكر ولد في مدينة صيدا اللبنانية منتصف التسعينيات. العمر: المصادر تقول إنه ولد في منتصف التسعينيات، وبالتالي في 2025 يكون عمره تقريبا حوالي 30 سنة. أصوله: عائلة لبنانية، بحسب المصادر التي تذكر أن جده أو أصول العائلة مرتبطة بالفلسطينيين، لكن الجنسية المنسوبة له هي لبنانية. تربى في بيئة فنية، وتأثر منذ الصغر بصوت والده وأسلوبه. زوجته: تزوج من كاترينا مراد في عام 2020، وأقام حفل زفاف بسيط بسبب جائحة كورونا. دخل الوسط الفني وطرح أغاني حسب بعض المصادر، وحاول بناء مسيرته الخاصة بلمسة شبابية. مسيرته الفنية: بدأ محمد شاكر مسيرته قبل حوالي 8 سنوات، وحققت أغانيه نجاحا ملحوظا. تضامن مع والده، نشر أغنية إلى أبي لدعم والده فضل شاكر. النمط الموسيقي: يتميز بقدرته على تقديم أغاني في أنماط مختلفة مثل الأغاني العاطفية والدرامية. بداية المشوار الفني لمحمد شاكر: بدأ محمد شاكر مسيرته الفنية عام 2017 بإطلاق أولى أغنيته المنفردة تركني لوحدي، معتمداً منذ البداية على الإصدارات الفردية التي أبرزت أسلوبه الغنائي الخاص. وفي عام 2018 قدم أغنية يا حياتي، ولفتت الأنظار إلى موهبته لتشكل انطلاقة حقيقية له نحو تقديم سلسلة من الأغنيات المنفردة التي رسخت حضوره في الساحة الغنائية. الجانرات الموسيقية لمحمد شاكر: اشتهر محمد شاكر بالغناء باللهجتين المصرية واللبنانية، ما أتاح له الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور العربي. وتميزت إصداراته بطابع البوب الشرقي الذي يجمع بين الألحان العاطفية والكلاسيكية، إلى جانب تقديمه لعدد من الأغنيات الدرامية التي أظهر من خلالها خامة صوته الطربية، كما يتجلى في أعمال مثل إلى أبي وخلصت القصة.